بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. الحمد لله العظيم المتعال ذو الإفضال والإنعام والإكرام وأشهد أنه الواحد الصمد وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله المعتمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المكرمين ورضوان الله على عبده وخديم رسوله شيخنا أحمد الخديم الأمين صاحب الرضوان والتمكين وعلى من تبعهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله اتقوا الله امتثالا لأمره عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المؤمنون نهنئكم جميعا بهذا الشهر المبارك شهر سفر الخير الذي احتفلنا فيه بذكرى يومه 18. هذا اليوم العظيم التاريخي الذي كان بداية خيبة شيخنا البحري رضي الله عنه إلى الجزر النائية حيث عاش غريبا وحيدا فريدا بعيدا عن أحبابه ومريديه وعاش بين يدي أعداء الله الذين حاولوا قدر جهودهم الفتك به حتى لا ينجح في مساحه الحميدة والإصلاحات الأساسية التي تبناها لتجديد الإسلام. فرأى الأعداء أن تركه يمضي على هذا الصراط المستقيم يعرقل رغباتهم في استغلال صعبنا وإخراجه من نور الإسلام وهديه إلى دياجير الكفر وظلامه، ولكن خطتهم فصلت ومكايدهم خابت لما اصطدموا بجهود المجاهد الأكبر والمنقذ الأعظم شيخنا أحمد الخديم رضي الله عنه. إخوة الإسلام، لقد كان لهذه الخيبة البحرية ثمرات يانعة وفوائد عديدة، منها أن الشيخ رضي الله عنه صار بها خليلا وحبيبا وجارا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما قال: لم يخف كوني خليل المنتقى وحبه خديمه مع التقى. كما حاز في البحر سر القرآن الذي قال في شأنه: نزع لي نور اللسان والكتاب أزمان خدمتي لدى أهل الكتاب. وفي البحر صار الشيخ كالشمس كما صرح بذلك قائلا: وفي تلك السنين الخمس سرت كالشمس، أي رفعة وضياء. وفي البحر أيضا وصل إلى رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم ورضا جميع الصالحين. وقد كتب بذلك أبياتا عديدة، منها قوله رضي الله عنه: باها رسول الله كل الأنبياء عليهم أزكى سلام ربيا بغربتي 10 سنين بخدم خالصة لذي الوجود والقدم، إلى قوله رضي الله عنه: رضي عني الخلفاء الأربعة حست رضا المقربين المتبعة. من لم يكن أن يرضى فالكريم
رضي عني رضا ليس يريم إلى خير هذه من المواهب الجليلة والخصوصيات الإلهية التي حاسها في هذه الخيبة المباركة التي أنقذ بها الأمة الإسلامية كافة والصعب السنغالية خاصة من براثن الأعداء المتربصين به، فجزاه الله خير الجزاء وثبتنا على منهجه القويم حتى نلقاه في جنات النعيم، وما ذلك على الله بعزيز وهو بالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخديمه وأمته أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، إن الفوائد التي تندرج في هذه الخيبة المباركة لعديدة لا يمكن حصرها في مقام واحد، ولكننا لن ننهي حديثنا دون أن نشير إلى خصلتين حميدتين ظهرتا بعد انتهاء الخيبة المباركة، ألا وهما العفو والشكر. فإن الشيخ الخديم رضي الله عنه رغم ما عاناه من المتاعب والمشاق من أعداء الله فإنه أعاد الأمور كلها إلى الخالق سبحانه، معترفا بأن قدره لا محالة واقع، وكان كما وصفه أحدهم يرضى إذا جرت الأمور مسلما، علما بأن إلهه أجراها لا تحجب الأسباب عنه حقيقة انتهى في ظلماتها من تاها. ولذلك فإنه رضي الله عنه عفى عن هؤلاء الأعداء قائلا: عفوت عن الأعداء ترا لوجه من نفاهم لخيري سرمدا لست أدفع. والعفو يا عباد الله خلق رفيع، وعاد الله المتصفين به أجرا عظيما، كما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان ويرفع به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تحلم على من جهل عليك وتعفو عن من ظلمك. رواه الطبراني. وأما الخصلة الثانية فهي الشكر الذي كان سببا في دعوة الشيخ الناس كافة إلى تعظيم هذا اليوم لمشاركته في أداء هذه العبادة الجليلة التي وعد الله المتصفين بها بالزيادة، فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر أيها المؤمنون عبادة قل من يقومون بها حق القيام، كما قال تعالى: وخليل من عبادي الشكور. ولكن شيخنا الخديم رضي الله عنه من المجاهدين الذين أداموا شكر الله في السراء والضراء، كما قال: له شكوري بلا انتهاء يا من له سيري ذو انتهاء، يشكره كلي بخير ددني إلى جنانه والصفا ديدني. إخوة الإيمان، هذا قليل من كثير من دروس وعبر يمكن استفادتها من أحداث هذه الخيبة البحرية، ولكل متأمل منا أن يستخلص بنفسه دروسا أخرى بحسب اجتهاده وتوفيقه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يهيد علينا هذه المناسبة أحواما عديدة باليمن والبركة، وأن يوفقنا الله تعالى أن نكون من خواص الشيخ الخديم ومريديه الصادقين الذين يقول فيهم: أدخلت نفسي وجميع أهلي في جيب أفضل وراث الفضل، كل مريد بي يلوس يسعد فإنه من الأثام بعد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.